السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المسلمون، يا حكومات الدول الإسلامية والعربية المجاورة لتركستان الشرقية المحتلة من قبل الصين، إن إخوانكم في تلك البلاد المحتلة يقتلون ويذبحون ويغتصبون بالملايين. أيها الإخوة الكرام، فلا يخفى عليكم ما نشر إذاعة BBC بالأمس أن السلطات الصينية تجلب إلى المخيمات النازية السياح لغرض الاغتصاب للأيغوريات المسلمات العفيفات، وذلك بالأدلة الدامغة. أيها الإخوة الكرام، بعد هذا الحدث المريع والبشع ماذا ننتظر؟ على ماذا نسكت؟ على ماذا نقنع أنفسنا بالسكوت؟ أيها الإخوة الكرام، أليس الشعب التركستاني جزءا من الأمة الإسلامية؟ أليس الشعب التركستاني مسلم؟ أليس الشعب التركستاني جزء من الإنسانية؟ فلذلك نطلب ونناشد الحكومات الإسلامية والحكومات التركية والمنظمات الدولية ومنظمة الأمم المتحدة وكذلك المنظمات الأهلية الوقوف بجانب الشعب التركستاني المظلوم لوقف هذه الممارسات البشعة الممارس ضدهم من قبل السلطات الصينية البغيضة الحاقدة على الإسلام والمسلمين. وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.